سكان المنطقة الحمراء اللي بيكون فيها الإفطار هو العبادة. أي شخص دخل المستشفى في آخر 3 شهور بسبب غيبوبة سكر، حموضة كيتونية، أو حتى أزمة قلبية، جسمك لسه بيحاول يسترد عافيته، والصيام هيهدم اللي احنا بنبنيه فيه. أصحاب الهبوط الصامت، الناس اللي سكرها بينزل وهي مش بتحس بأي أعراض ولا رعشة ولا عرق، انتوا في خطر غيبوبة مفاجأة، والصيام ليكم غير آمن تماما. أصحاب النوع الأول المتذبذب اللي سكرهم بيطلع وينزل بشكل غير متوقع والتراكمي عندهم فوق 9، الصيام هنا مغامرة غير محسوبة. الأم الحامل بالإنسولين، صحة جنينك أمانة، وحاجته للسوائل والتغذية مستمرة طول اليوم. مضاعفات الكلى والقدم السكري، الجفاف هو العدو الأول للكلى والالتئام الجروح. لو كليتك متأثرة أو في قرح سكرية فجسمك محتاج مياه وتغذية كل ساعة. انت في المنطقة دي، فكلامي لك مش مجرد نصيحة طبية، دي أمانة شرعية. لازم تفهم إن صيامك في المنطقة دي مش قوة ولا مجاهدة، ده هو عبء فوق طاقة جسمك، وربنا اللي أمرنا بالصيام هو اللي أمرنا بالفطر.